عندي ملاحظات انه يعني الملفات جميله وفخمه وامالها كبيره جدا، لكن ليست ملفات المرحله الحاليه. يبدو لي المرحله الحاليه تتطلب استراتيجيه مختلفه جدا. كما قلت للاخوان من السابق، نحن في نفق مظلم، والنفق المظلم يتطلب يعني ربان ماهر يستطيع على الاقل خلال ال6 أشهر القادمه ان يخرج بالسفينه من ذلك النفق. ثم لابد ان يعاد النظر بالكامل في مجلس الاداره ورئيس المجلس من جديد حتى نتمكن من خلق مجلس اداره يرتضيه الرئيس ويرتضيها الاخوان الاخرون. الان اللي واضح لي انه مجلس الاداره قد يكون الرئيس المرشح الجديد ملزم بمجلس اداره حالي، وهذا بالتالي قد يكون ليس مصلحه المرحله. لكن يعني بس نعدي من المشكله وبعد كده نضع تلك الآمال الكبيرة وتلك الأهداف وذلك الملف الضخم اللي موضوع واللي هو وراء عشرات العوائق التي تمنع تنفيذه، لأنه الكلام ده سمعناه من السابق من سنوات طويلة بس ما قدرنا ننفذه. والله شوف، الأقرب يبدو لي الأقرب الاثنين يعني حظهم متساوي، اللي هو الأخ أحمد مرزوقي، الأخ أحمد كعكي والأستاذ إبراهيم